السلام عليكم يا شباب، معاكم رضوى عبد القادر. هنكمل مع بعض ان شاء الله شرح اورجانيك 2. هنتكلم النهارده عن الارايل هالايدز، وزي ما احنا اتعودنا مع بعض في اورجانيك 1 اي حاجه بنتكلم عليها بنعرف اول حاجه النومنكليتشر بتاعتها، تاني حاجه بنعرف البريباريشن بتاعها ازاي ببتدي اصنعها او احضرها يعني في المعمل، وتالت حاجه بنعرف البروبرتيز بتاعتها، خصائصها ايه الفيزيائيه، البويلينج بوينت بتاعتها، الهايبرديزيشن، واخيرا الرياكشنز بتاعتها. بعد بقى ما انا خلاص عرفتها وحضرتها وعرفت ازاي اسميها، انا هستخدمها اساسا في ايه، انا بعملها ليه من الاول، فايه التفاعلات اللي هبتدي ادخلها فيها. طيب اول حاجه هنتكلم عنها النهارده في الارايل هالايدز هو النومنكليتشر. يعني ايه اصلا ارايل هالايد؟ من اسمها كده، هالايد يعني هالوجين. يعني ايه؟ يعني فلورايد، كلورايد، بروم، ايود، كل دي الهالوجينز بتاعتنا ماسكه في حلقه ارايل. يعني ايه ارايل؟ يعني اروماتيك كومباوند، يعني حلقه بنزين او اي اروماتيك كومباوندز. واحنا في اورجانيك 1 اخدنا يعني ايه اروماتيك كومباوندز، ويعني يعني ايه ارايل، ويعني ايه اسميها، وكل الكلام ده. تمام؟ فيبقى انا عندي معنى كلمه ارايل هالايد او تعريف كلمه ارايل هالايد هي عباره عن halogenated derivatives of aromatic hydrocarbon، يعني حلقه بنزين او aromatic hydrocarbon ماسك معاه ايه؟ ماسك معاه هالوجين. تمام؟ وتاكيدا للكلام بيقول لك ان الهالوجين اتوم بيكون دايركتلي اتاتشد للاروماتيك رينج، يعني الهالوجين ماسك على طول بصفه مباشره في الاروماتيك كومباوند، مش ماسك في سبستيتيوشن تاني، والسبستيتيوشن هو اللي ماسك في الاروماتيك كومباوند. تمام؟ تعالوا ناخد مع بعض البريباريشن. قال لك والله انا عندي الارايل هالايد ده بحضره بثلاث طرق. اول طريقه اسمها دايركت هالوجينيشن. يعني ايه؟ يعني انا عندي حلقه البنزين ببتدي احط عليها على طول الهالوجين بتاعي بصفه دايركت، وهنعرف ازاي دلوقتي. تاني حاجه عن طريق الاماينز. يعني ايه؟ يعني انا ببتدي اساسا التفاعل بان انا معايا اماينز، وببتدي بعد كده بقى احط الرياجنت عليه واشيل الاماين وابتدي احط الهالوجين بتاعي. تالت طريقة اسمها ثاليشن رياكشن. تمام؟ ثاليوم ميثود او بستخدم ثاليوم تراي فلورو اسيتيت، ولكن بقى دي بتختلف الرياكشن بتاعها على حسب كذا حاجة. اول حاجة انا ممكن ابتدي اساسا التفاعل عن طريق ان انا بستخدم بنزين، تمام، وابتدي افعله مع الثاليوم زي ما قلنا. الطريقه الثانيه ان انا لا هستخدم سبستيتيوتد بنزين، يعني بنزين وعليه سبستيتيوشن، وساعتها السبستيتيوشن دي هي بقى اللي هتحدد مكان الهالوجين ده هيتحط فين. والله لو كنا عاملين التفاعل في درجه حراره منخفضه اون كولد، يبقى ساعتها هنخش في البايرا بوزيشن. لو لا احنا رفعنا درجه الحراره، يبقى ساعتها الهالوجين بتاعي هيخش في الميتا بوزيشن. لو انا عندي لون بير اوف الكترونز هيخش في الاورثو، وهكذا. هنعرف دلوقتي التفاصيل كلها. تمام؟ يبقى انا عندي مبدئيا كده انا عندي الارايل هالايدز عباره عن ايه؟ عباره عن اروماتيك هيدروكربون ماسك فيه هالوجين دايركتلي اتاتشد للهيدروكربون اروماتيك بتاعي. تمام؟ بفعله ازاي؟ بعمل له بريباريشن ازاي؟ بحضره ازاي؟ بثلاث طرق. اول حاجه دايركت هالوجينيشن، بدخل على طول الهالوجين جوه الاروماتيك كومباوند بتاعي. تاني حاجه عن طريق الاماينز، تمام، هنعرف ازاي دلوقتي. تالت حاجه طريقه اسمها ثاليشن ميثود او ثاليشن رياكشن، وده بقى ايه اللي فيه وده بقى اللي فيه كلام شويه على حسب هل انا بدات التفاعل ببنزين ولا بداته بسبستيتيوتد بنزين، هل درجه الحراره عاليه ولا منخفضه. هنعرف كل ده دلوقتي. طيب على السريع كده، يعني ايه preparation of aryl halide عن طريق الدايركت هالوجينيشن؟ بجيب حلقه البنزين بتاعتي وبدخل الهالوجين عن طريق لويس اسيد از كاتاليست. احنا واخدين مع بعض لويس اسيد كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن AlBr3 او AlCl3 او FeCl3 او FeBr3. تمام؟ الاربعه دول اسمهم لويس اسيد. فبيقول لك ان الدايركت هالوجينيشن انا بجيب حلقه البنزين عادي، بحط بفعلها مع البي ار 2 او مع السي ال 2 او مع اي هالوجين انا عايز ادخله. تمام؟ وبستخدم اللويس اسيد علشان يسهل عليا التفاعل. تمام؟ تفاعل ما فيهوش اي مشكله. طيب تاني حاجه preparation of aryl halide from amines. تمام؟ ليه اسم تاني اللي هو preparation of aryl halide from diazonium salt. تمام؟ يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ قال لك والله انا اول حاجه بجيب الانالين بتاعي اللي هو الامين، حلقه بنزين اهي عليها NH2. تمام؟
تمام. بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده بحولها لسولت. السولت ده اسمه دايازونيوم سولت. تمام. بعد ما حولتها لسولت في وجود بيئه حامضيه اللي هو ال HCl، تمام، بقى عندي كده اللي هو حلقه البنزين N2Cl اللي هو ايه الدايازونيوم سولت. هبتدي بقى بعد كده اعمل ديسبليسمنت للسولت ده، ابدل بقى السولت ده ابدله واحط بداله الهالايد بتاعي. تمام. طيب يبقى تاني انا ازاي بعمل بريباريشن للارايل هالايد فروم اماينز؟ عن طريق ايه؟ بجيب الانالين او الاماين بتاعي بحوله لدايازونيوم سولت، تمام، في وجود HCl، دي اهم حاجه وجود HCl. بعد كده بعمل ديسبليسمنت للديازو او السولت ده يعني، وابدله بيه الهالايد. والله لو انا عايز بقى احط فلور يبقى انا هستخدم بعد كده ال HBF3، هحط كلور CuCl، هحط بروم CuPr، هحط ايود KI، وهكذا على حسب الهالوجين اللي انا هحطه هختار الرياجنت اللي معايا. تمام. طيب نيجي بقى لتالت طريقه وهي البريباريشن عن طريق الساليشن رياكشن. احنا قلنا مع بعض ان احنا هنستخدم ساليشن تراي فلورو اسيتيت TTFA. الساليشن تراي فلورو اسيتيت ده الرياجنت بتاعي. انا بستخدمه ليه او وظيفته ايه؟ بيقول لك ايه؟ انا عشان عندي حلقه البنزين عشان ادخل عليها الهالوجين بتاعي، فده بيبقى لود كبير على الحلقه، ان انا زي ما قلنا البنزين ده اساسا حاجه ستيبل، فبيبقى صعب ان انا اكسر الرابطه واشيل هيدروجين وادخل بدلها هالوجين وكده. فالساليوم تراي فلورو اسيتيت ده بيعمل ايه بقى؟ بيتفاعل هو الاول مع البنزين، تمام، او مع البنزين ديريفاتيف ايا كان، ويكون لي انترميديت، تمام، يدخل هو الساليوم على حلقه البنزين. لما الساليوم بقى ده بيدخل على حلقه البنزين، هو كده سهل لي عمليه دخول الهالوجين. بعد كده هو خلاص ضعف، عمل اضعاف للبوند نفسها، فبقى سهل ان انا بعد كده اقدر اشيل الساليوم ده واحط بداله اي نيوكليوفايل تاني زي الهالوجين بكل سهوله. يبقى هو كده ايه؟ زي ما يكون هيئ دخول الهالوجين، هيئ البيئه المناسبه علشان البنزين يدخل الهالوجين بكل سهوله ويكون لي الارايل هالايد بتاعي. تمام. يبقى انا عندي اول حاجه الساليشن رياكشن، بستخدم فيه رياجنت اسمه ساليوم تراي فلورو اسيتيت. التفاعل بيمشي على خطوتين. اول خطوه ان انا بفاعل البنزين مع الساليوم تراي فلورو اسيتيت ده، تمام، علشان يكون لي انترميديت. الانترميديت ده بيعمل ايه يا دكتور؟ بيسهل او بيضعف البوند علشان يبقى سهل عليا بعد كده ان انا ادخل النيوكليوفايل. زي ايه نيوكليوفايل؟ زي بقى اللي انا عايز ادخل ايود، عايز ادخل فلور، عايز ادخل كلور، ايا كان الارايل هالايد اللي انا هكونه. طيب ده كان في حاله ان انا بفاعل الساليوم زي ما قلنا، بعمل الارايل هالايد عن طريق ان انا بفعله مع بنزين. تمام. طيب افرض انا بقى هعمل الساليشن رياكشن ده بس هفعله مع سبستيتيوتد بنزين. قال لك هنا بقى السبستيتيوشن اللي موجود على البنزين هو اللي هيتحكم لي في البوزيشن بتاع النيوكليوفايل اللي هيدخل. زي ايه؟ قال لك والله لو انت اساسا البنزين بتاعك ده عليه جروب، الجروب دي بتعمل دايركشن للاورثو اند بارا بوزيشن، نفتكر بقى اورجانيك 1، تمام، احنا كان عندنا بعض الجروبس بنسميها ايه؟ اورثو اند بارا دايركتنج جروب. كان زي ايه؟ كان زي الالكايل جروب، كان زي الهالوجينز، كان زي الاو سي اتش 3. تمام. دي كلها جروبس بتعمل دايركشن للاورثو اند بارا. يعني ايه دايركشن للاورثو اند بارا؟ يعني لو انا عندي الجروبس دي محطوطه وجيت فعلت الحلقه بتاعتي مع اي حاجه تاني، ساعتها الجروب دي هتخلي النيوكليوفايل الجديد يدخل على يا اما اورثو يا اما بارا بوزيشن. تمام. تمام. فبيقول لك والله بقى في حاله ان انت عندك الديريفاتيف بتاعك محطوط عليه جروبس من الجروبس بتاعت الاورثو اند بارا دايركتنج بوزيشنز دي، وجيت انت بعد كده فعلتها مع الساليوم تراي فلورو اسيتيت، تمام، ساعتها الهالوجين بتاعي اللي هيدخل دايما في البارا بوزيشن، هيدخل دايما في البارا بوزيشن. في حاله ايه يا دكتور؟ في حاله ان احنا مش مشغلين حراره. يبقى تاني يا دكتور، انا عندي حلقه بنزين محطوط عليها الكايل جروب، تمام، محطوط عليها CH3 مثلا، يبقى عندي تولوين. التولوين ده انا عايز ادخل عليه هالوجين، حلو، فاروح اعمل حاجه اسمها ساليشن رياكشن، بفاعل التولوين ده مع حاجه اسمها ساليوم تراي فلورو اسيتيت. تمام. التراي فلورو اسيتيت ده
طالما انا مش مشغل حراره وانا حاطط تولوين يعني CH3 يعني الكايل جروب يعني دايركتنج للاورثو والبارا بوزيشن، يبقى الفلورايد بتاعي او الهالوجين بتاعي هيدخل على البارا بوزيشن. هيدخل البارا بوزيشن ليه؟ علشان انا اون كولد، عشان انا مش حاطط اي درجه حراره. طيب لا ده احنا رحنا مسخنين، يبقى ساعتها هيخش على الميتا. تمام؟ يبقى انا اون كولد هخش على بارا بوزيشن، اون هيت هخش على الميتا بوزيشن. بصوا زي هنا كده اهو، انا عندي السبستيتيوشن بتاعي البنزين اهو عليه الار الالكايل جروب او اكس او OCH3 اللي هي اي جروب دايركتنج للاورثو اند بارا بوزيشن، ولكن انا سخنت عند درجه حراره 75، يبقى ساعتها الفلور هيخش على الميتا بوزيشن. ليه؟ مع ان دي اساسا جروبس دايركتنج اورثو بارا، بس احنا سخنا. طالما سخنا ساعتها الحلقه بتلاقي ان الميتا ايزومر هو اللي مور ستيبل. واحنا قلنا ان في التفاعل احنا دايما بنمشي على اساس ان ايه؟ اطلع اكتر حاجه بتكون ستيبل. يبقى تاني البارا بوزيشن بيتكون اسرع في الكولد، تمام؟ ولكن في حاله ان انا رفعت درجه الحراره فبيحصل ايكوليبريم. الايكوليبريم ده بيخلي عندي ان الميتا ايزومرز هي اللي بتكون مور ستيبل، فبيقول لك ساعتها ان الثيرمودايناميكالي هو اللي بيبقى كنترول. الهيت ساعتها هي اللي بتاثر على الرياكشن، وهي اللي بتاثر على الاستابيليتي بتاع الكومباوند اللي هيطلع. تمام؟ يبقى دي كده اول حاجه اعتقد ان هي واضحه. يبقى انا عندي 3 جروبس، الجروبس دي طبيعتها ان هي بتعمل دايركشن للاورثو والبارا بوزيشن. زي ايه؟ زي الكايل جروب، زي الاكس اللي هي الهالوجينز، وزي OCH3. تمام؟ حطيناهم على البنزين وجينا نفعلها مع الثاليوم تراي فلورو اسيتيت علشان اكون او احط الهالوجين بتاعي. قال لك والله انا هبص الاول على درجه الحراره، درجة الحرارة قليلة خلاص انا هحطها في البار عادي زي ما انا متعود. لا رفعت لي درجة الحرارة ووصلتها ل 75، انا اسف انا كده هضطر احط الهالوجين بتاعي على الميتا ايزومر، رغم ان انا اورثو بارا دايركتنج، بس انا هحطها المرة دي في الميتا ايزومر علشان هو المور ستيبل. يبقى دول الحالتين بتوع ايه؟ بتوع الساليشن رياكشن. اون هيت بدخل في الميتا، اون كولد بدخل في البارا. فاضل اخر حاله وهي ايه؟ وهي ان انا لو كان البنزين بتاعي اللي هو عليه السبستيتيوشن، لو كان السبستيتيوشن ده عنده لون بير اوف الكترونز، unshared pair of electrons، تمام؟ قال لك ساعتها لقوا ان احسن مكان يتحط فيه الهالوجين الاورثو. يبقى تاني، يبقى انا لو عندي حلقه البنزين بتاعتي، احنا كده قلنا هنفعل السبستيتيوشن اهو مع تراي فلورو ساليوم. طيب قال لك ايه؟ لو انا عندي السبستيتيوتد بنزين بتاعي، السبستيتيوشن ده عنده لون بير اوف الكترونز اللي هي unshared pair of electrons، تمام؟ ساعتها لقوا ان المور ستيبل ان الهالوجين يدخل في الاورثو بوزيشن. يعني ايه اورثو بوزيشن؟ يعني الكربونايه اللي جنب السبستيتيوشن على طول. تمام؟ يبقى تاني، يبقى دي الحاله الاخيره بقى. لو انا عندي unshared pair of electrons في السبستيتيوشن بتاع البنزين بتاعي، يعني COOH COOR CH2O، تمام؟ كل دي فيها OH، كل دي حاجات دي فيها ايه؟ فيها لون بير اوف الكترونز. طالما عندها لون بير اوف الكترونز ساعتها الهالوجين بتاعي لما هيجي يدخل هيدخل في الكربونه اللي جنب السبستيتيوشن على طول اللي هي الاورثو بوزيشن.